جاء هذا الاعتصام بشكل مختلف عما نعرفه عن أشكال الاعتصام المعهودة التي تحدث في مصر، حيث بدأ الطلاب المعتصمين لاعتصامهم باستعراض لفنون القتال، والذي ظهر فيه الطلاب بملابس أشبه بما نراه في فلسطين ولبنان. وبعد هذا الاستعراض توجه الطلبة إلى كلية الطب بالجامعة، وحاولوا مقابلة الدكتور حمدي إمام وكيل الكلية لمعرفة أسباب الفصل الذي صدر لستة طلاب لمدة شهر ولفت نظر لستة طلاب آخرين، ولكنه رفض مقابلتهم كما رفض أيضا التصوير معه.